بتحبوا تخشوا السينما طبعا اكل عيش مع بعض؟ لا بتخشوها غير ان انت مش تخشها فارقه عادي يعني. يعني في اصل في ناس تيجي يقول لك ايه انا بس حتى احنا للاسف ما بنخش السينما سوا كتير. ده السؤال اللي انا بقوله الصراحه لا. اصل في فرق لما اكون بشتري انا برضه تيكت- غشيم قوي الفتره تيكت دي. لفيلم مثلا ولا ببص جنبي الاقي حسن بيخش أحمد افلام مالك اكتر مني وحسن مالك مؤخراً بيشتغل الصراحه. يعني في فيلم. انا بقالي اللي هو اخر فيلم دخلته كان ايه؟ اخر فيلم خالص مم. كان في زاويه كان ده حاجه مستقله بقى هو بقى أنا مودي أنا 3-4 أفلام في اليوم انا بقى يعني. خلاص انا خلاص اخر الفتره فيلم دي شفته في السينما كان بتاعه يا لهوي لا اللي ده هو احنا كسب بعيد. في الجونة. في الجونه في الجونة. يعني انا من ساعه الجونه لحد دلوقتي شايف 13 فيلم لا انت برضو طيب اقول لك أنا اخر دي فيلم كان انا في فيلم ممكن اشوفه على كان 3 اسمه ايام ليت شيفت. تعبان. وانا مصحف والمصحف 3 ايام اشوف فيلم ساعتين. لا انا اخر فيلم شايفه كان في زاويه كان اسمه ليت شيفت. اوكي تحفه كان واخد جايزه في ساندنس كده فيلم. وانت لو شفت فيلم حلو الكلام احمد تقول له شوفه وكده طبعا احنا كده دايما احنا اصلا في اكتر فيلم عجبنا السنه دي يعني دخلت انا اول مره في الجونه وبعدها هو دخل هو العرض بتاعه واجمعنا عليه ابوت الشاعر. يا نهار اسود قال لي عليه بس يا نهار مش اسود. الممثل انا بتاعه كنت قاعد جنب الممثل بقى في اول عرض ليه في الجونه قاعد جنبه بالظبط يعني كولومبي هو قاعد جنبه هو يا عيني ولا كولومبي هو صح؟ كولومبي هو كولومبي لاتن هو كولومبي. فانا قاعد جنبه عمال اعيط واضحك وببص له وهو عنده ضحكه سنجه كده في البتاع بس هو يعني عظيم وبعدين انا قلت اكيد ده اللي هيكسب احسن ممثل. الراجل كان جامد جدا. لو نفسك تعمل دور في فيلم قديم مش لازم يكون ابيض واسود ممكن عادي يبقى حسن ومرقص يعني خد بالك حسن ومرقص ده بقاله 15 سنه البريء احمد زكي. ايه البريء احمد زكي. انت البريء احمد زكي طبعاً. وانت ممكن محمود عبد العزيز مثلا كيت كات. محمود عبد العزيز كيكات الله ده حلو قوي ده حلوه دي. بس انا صعبه ما جاتش في صعبه دماغي قوي. رخمه دي وعملها من حته مرعبه بقى ازاي بقى يعني ايه حته بقى هاديه ما فيش من غير جزازات وبلزازه. يعني ايه اصلا بقى اللي هو بس ازاي بس هي الروايه جميله هسألك جدا. سؤال ما ينفعش فيه دبلوماسي وانا هراهن على دبلوماسيتك انت دبلوماسي جدا. مش هتعرف توقعني. هراهن على الدبلوماسيه مش هتعرف توقعني يا قول باشا. لي. انا كنت هخش سيرك الدبلوماسي مش ممثل غالبا. اسمع بقى دي يا كتر الدبلوماسيه. اسمع قول لي يا دي. باشا. قول لي يا باشا. لو ما نفعتش هتتشال في المونتاج قول لي احسن 3 بنات و3 بنات في جيلك ما اقدرش. يعني يعني تلاتة وتلاتة. هقول لك 3 انا بحبهم يعني بتحبهم مش احسن خلاص انا اسف كلمه احسن بلاش مش أحسن. اصل احسن دي subjective قوي يعني حاجة. انا احسن دي اصل احسن ليها حاجات كتير قوي تمشي عايمة عليها أوي، عايمة انا أوي، معاك قول لي 3 في جيلك ولاد وبلاش بنات عشان ما يحصلش حساسيات قول لي 3 في جيلك ولاد بجد بتحب تتفرج عليهم سهلة دي. يعني انا عارف واحد تعالى نقوم مؤخرا عشان الذاكرة ما تخناش. مؤخرا لا انا طبعا اللي انا بحب جدا شغلهم وهتبقى اجابه متوقعه والناس هتقول بس هو انا بحب قوي شغل عصام. اوكي حقيقي من اول ما طلع في بالطو وانا بستمتع بيه جدا وبيطور في نفسه وعنده وعي وانا بصراحه وعندنا علاقه وبتعلم منه حاجات انا بحبه جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني. انا سالت السؤال ده عشان بجيب شغل على السوشيال ميديا اللي هي الحاجات اللي بتتباع دي فهمت شغل الشغل عصام يا عمر. بحب شغل احمد غزي. احمد غزي مركز جدا وممثل موهوب جدا. وانا اول لقاءاتي مع غزي كانت بره التصوير كان في ورش تمثيل يعني لما الواحد بيتعلم وهو انا بحترم قوي اللي دايما حريص على ان هو يتعلم وهو غزي بيتعلم جدا جدا جدا. هختمها بخفيف الدم والروح واللذاذه احنا اولاد الشخص. طه الدسوقي. طه طبعا طه انا بحب شغل طه جدا واستمتعت جدا 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 في الشغل معاه. حقيقي يعني فنان وموهوب وعلى صعيد الشخصي انسان وبيريحك وفي انسان كده بتعرف تكريت معاه واحنا كنا بنكريت قوي يعني بنقعد مع بعض نقعد نطلع حاجات دي حاجه حلوه ان حد من الشغل معاه او من صاحبك او وهقول برضه انا بحب شغل حسن والله بقى يعني اخر كام عمل لحسن فعلا استمتعت بيهم قوي والمصحف. لا بس هو يقول لك يعني شغله مع فراج السنه اللي فاتت في المسلسل كان عمل دور حلو جدا جدا. شرقاوي عمل دور حلو قوي 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 وعامله بمعلمه كده وببساطه مش من غير جزازان. عامل الدور اللي هو مش حاجه عليك اللي فاهم من الهادي فانت تصدقه قوي عشان هو
بحب لكم- مش جازز عليها، فهو بسيط. أنا بحب لكم وهو بيمبو. عنده حاجه بحبها في تمثيله، ركز فيها الطبيعيه، ان هو يحسسك انه طبيعي بالزياده، فيبقى ما فيش مش اي مصطنع، مش متكلف. ما فيش اي عنصر ادائي. العفو. والله بتكلم جد، والله عشان أنا بتكلم دايما جد. في ممثلين انا عندي عنصر ادائي ساعات بيبقى عالي، خلي بالك. بتطلع- وانا باخد بالي عشان من أنت ده. عايز تعمل حاجة معينة عشان انا فبتطلع. عندي عواطفي بتطلع ساعات، فمع الوقت اتعلمت ان انا لا، خلي بالك من ده. انت عشان عالي قوي فانت امسك، انت بتتعلم حرفتك، خلي بالك بتتعلم شغلك. هو قالته ممكن تبقى اهدى مني، فبيلاقي الطبيعه اسهل، فبيروح للطبيعي، فبيروح للهادي، فتتفرج عليه تحس بسلاسه معينه، تحس ان هو يا عم ده قاعد على القهوه عادي، انا مش بالظبط، مش عامل حاجة. مش موديها قوي. ودي ميزه عنده، ممكن تبقى برضه فاهم ساعات عيب، عشان هو ساعات ممكن يبقى محتاج يزق اكتر. محتاج خلي حتة بالك معينة. ميزتك ممكن شعرة. تبقى عيبك، وعيبك ممكن يبقى ميزتك. بديك انا كورس تمثيل، الكلام ده بفلوس، عجبني الكلام ده بفلوس. اشتريت. الكلام ده مجمعينه فاهم ارشيف قصدك. سنين.